طيب خلينا نتكلم عن الأولويات أستاذ عبد الحميد، وأنت طبعا رجل اقتصادي ودخلت في ملفات كثيرة جدا. مسألة الأولويات بما أن المسألة ليست شرعية بحتة، يعني هي فكرية أو اجتماعية، مسألة الأولويات إذا كنهن يطالبن فقط بقيادة السيارة. طبعا بالنسبة للأولويات يمكن حتى كان هناك رد أن يقول لك مو بنتوا اللي تحددون الأولويات بالنسبة لنا. لكن طبعا إذا تكلمنا عن مشاكل المجتمع السعودي بشكل عام، لا أتكلم عن قضية المرأة، فعندنا مشكلة القنبلة الموقوتة اللي هي قنبلة البطالة. احنا نتحدث عن معدل البطالة فوق 40%. لا إله إلا الله. وإن تفذلك بعض أعضاء مجلس الشورى وقالوا ما عندنا بطالة، أو تفذلك بعض المسؤولين وقالوا ما عندنا بطالة، أنا مسعد أقعد أنا وياه وافقع عينه بالمعدل وبالعلم وبالأرقام الرسمية. عندنا مشكلة البطالة هذه لما تتكلم على 1.5 مليون إلى 2 مليون، وتتحدث عن زيادة فيها سنويا من 300,000 إلى 350,000، هذه قنبلة موقوتة. تحت طاولتها فقط، هذا نتحدث لك، تحت طاولتها ممكن تمد الإرهاب، ممكن تزود المخدرات، ممكن تزود الجريمة، ممكن تحول الجريمة إلى جريمة منظمة في البلد، ممكن تتحول الأمور تحتها، يعني تنتشر الدعارة، تنتشر الخمور. كل تحت هذه الطاولة ما في بلد في التاريخ وفي العالم انتشرت فيه البطالة وشاف خير. دائما هذه الثغرة اللي ممكن تدخل عليها الضربة القاضية. نجي على القضية الثانية اللي هي قضية الفقراء. هناك بطالة وهناك فقراء. الفقراء اليوم يعني تقريبا آخر دراسة نشرت من دار الخليج الظاهر للدراسات، دراسة موثقة ولها مراجعها الرسمية المحلية، أثبتت أن معدل الفقر ارتفع إلى 27%. وهذا فقط موضوع الدخل، الفقر على الدخل. لو تحدثنا عن الفقر اللي هو الخدمات والصحة والأمور دي، تتحدث عن ما يسمى الفقر المتعدد، يمكن يرتفع المستوى فوق 50%. إذن هذه قضية خطيرة جدا. عندك القضية الثالثة، الثغرة الموجودة عندنا في التعليم وفي الصحة، اللي هي حزام الأمان لأي مجتمع. إذا كان أنا عندي وزارة الصحة أنفق عليها مليارات، يعني تشكل تقريبا وضعتها يمكن في المرتبة 16 على مستوى العالم بين أكثر من 200 دولة، أنفق على هذا القطاع فقط يعني ما وضعها في المرتبة 16 تقدمت على دول بحجم قارات. ورغم ذلك عندنا 1000 سرير لكل مواطن، لكل 1000 مواطن سريرين، ولكل 1000 مواطن طبيب. إذن هذه قضية خطيرة جدا. وحتى هذا السرير اللي يجلس عليه المريض معرض للقتل من خلال الأخطاء الطبية. نجي على التعليم. التعليم أيضا من أكثر القطاعات اللي أنفق عليها وخصصت لها ميزانية. وما هي النتيجة؟ النتيجة أنه يخرج من باب عاطلين عن العمل، ومن جانب آخر هناك تكدس في عدد الطلاب، زيادة نسبة إلى عدد الطلاب والطالبات. أين هو الإنفاق؟ أين مدارس مهلهلة، مدارس راح فيها، مناهج تعليم راح فيها، معلمين بدال ما يكون متفرغ ذهنيا لتعليم الطلاب تجده مشغول باله، إما عليه قروض أو ملحوق من ديانة أو مضغوط ب50-60 طالب قدامه. وإذا تكلم مع وزارة التربية والتعليم تصك السماعة في وجهه ولا تقول له انطق في فصلك ولا لك شغل باللي عندك. حتى المدير والمديرة يتكلم على قضايا عنده، ورغم هذا لم نجد حل. إذن عندنا بطالة، وعندنا الفقر، وعندنا التعليم، وعندنا الصحة. هذه القضايا هذه يعني أحلفك بالله رياض والأخوان والمشاهدين، بأي حال من الأحوال تتوقع أن يخرج لي مجتمع وزارة العمل تقوم لها 2 وتدخل على السنة الثالثة، تنجز السنة الثالثة، تصفق بيديها وبرجليها أنها وظفت المرأة، رفعت التوظيف من 50,000 أو أقل من 50,000 إلى أن وصلت إلى أكثر من 220,000. تعال شوف الوظائف اللي وظفتها المرأة فيها. نصف اللي وظفتهم وزارة العمل موجودين في قطاع التشييد والبناء، يعني بنايات ومليسات. هل هذا معقول؟ تعودة وهمية تماما. هذا الشيء توه مجلس الشورى يكتشفه. أنا كنت أتحدث بخطاب قبل ما يتكلم مجلس الشورى أنه يا جماعة الخير مجلس الشورى شوفوا وزارة العمل ايش قاعدة تسوي. الآن مجلس الشورى جهة رسمية أعلى في سلم الدولة من وزارة العمل. اكتشفوا أن هناك سعودة وهمية، وأن ما عندك يا وزارة العمل إلا الدجة. طيب تصرح لي للجرائد أنه والله ما عندها إلا الدجة. وين دورك؟ ارفع خطاب للملك، اطلب فيه تعليق كل برامج وزارة العمل. لماذا؟ لأنها تحول الناس من عاطلين عن العمل إلى فقراء، وتحولهم من فقراء إلى أذلة في وظائف مزرية عالة على البلد. ملفهم ده يتكلمون عنه. معلش أنا بأنهي كلامي. فالقضية الآن عندي وزارة العمل تشوت فينا شوت،
عندنا وزارة الصحة تشوت فينا شوت، يعني أحيانا تقول يا ليت المريض جلس في البيت ولا راح وزارة الصحة. عندك وزارة التعليم في غيبوبة تماما، أنت هي مسؤولة عن أجيال المستقبل. بذمتك وبذمة المشاهدين وبذمة كل مسؤول اللي يغير على هالبلد، ماذا سيتوقع من 10 مليون طالب وطالبة بعد 20 سنة إذا كانت وزارة العمل ووزارة المالية فرغت الأسرة من ربة المنزل وخلت الولد والبنت يتربون من برامج سبيس تون وام بي سي 3؟ وش تتوقع؟ وش طلع البنت والحرمة ذي ربة المنزل انها تروح تشتغل وراء 2000 ريال في محل تتعرض للتحرش، تتعرض للذل، تتعرض للإذلال، مسح بها الأرض علشان 2000 ريال؟ طيب وش تتوقع؟ لا خلينا نكون جادين. ترى قضية قيادة المرأة ليست إلا نتيجة، واللي يحسب ان هذه هي محور الكون. هي جاهزه اصلا. اي بالضبط، هي جاهزه اصلا. اي يعني الان هل المراه اللي طلعت بسبب الحاجه والفقر، لو ان رب الاسره بعض رباب الاسره ما عنده وظيفه اصلا، يعني عن وزاره العمل تفضل خروج المراه للعمل وبالطقاق ذا ابو شنب ذا اللي قاعد بالطقاق، واذا تكلم قال انتم احنا عرضنا عليكم وظائف ما قبلتوها. وش الوظائف اللي عرضتها؟ وش الوظائف؟ اذا عندي 92% من وظائفك كوزاره العمل انت قطاعك الخاص بين قوسين الكديش اللي عايش على مناقصات الدولة وعلى الاستيراد من الخارج والبيع بالتجزئة، وظائفك 92% ابتدائي فما دون. وعندي الآن 250,000 برا جايين يبغون يدورون وظائف، اللي مهندس واللي طبيب واللي مدير مالي جاي تحطه بوظائف سباك ومليس وتقول له خذ هالوظيفة. إذا قال لك لا من حقه يقول لا، بنظام الحكم يقول لك لا، بالنظام الدولي الحقوق الإنسان اللي وقعت عليه الدولة من حقه يقول لك يقول لك لا ويفقع عينك بعد. بالتالي هذه احنا ضعنا في الطاسة. يعني وزارة العمل تلطش فينا، وزارة المالية تنهك فينا، وزارة التربية والتعليم عدمت عيالنا، وزارة الصحة قتلت من تبقى على قيد الحياة. بذمتك وش النسيج الاجتماعي اللي قدامي أنا؟ وإذا جينا نتكلم وزارة التخطيط وينك؟ نايمين. خطط تنمية حقتهم عش عليها الدود، اللي كتبوها ماتوا واللي حبروها ماتوا. وين عايشين؟ وإذا تكلم وزير قال إنتاجية المواطن السعودي ضعيفة، وهو جزاه الله خير نايم على ستيج في جدة في المنتدى الاقتصادي حق جدة. وين خططك؟ وين مراجعة خطط التنمية؟ وين النتيجة؟ وين التقييم؟ يا أخي اللي ما في غيرة على هالبلد، يا أخي إذا كنت مسؤول ما انت قده هالكلام يا أخي مع السلامة، يا أخي روح شخص في مكان ثاني. صحيح. مو تشخص على حساب 20 مليون مواطن سعودي. فأنا أقول لك أنا باخذ اتصال بس عموما ربما يواجه عقبات أكثر ما أنت احنا نتخيلها والمشاهد يتخيلها. وش العقبات؟ خلينا لا ما في عقبات. في عقبات. هذا عذر البليد. زي عقبات الأراضي حينما ذكر خادم الحرمين الشريفين في يعني إعطاء مسكن لكل شخص وبناء. أليس هناك عقبات؟ مسألة وش العقبة؟ الملك قال مسألة الأراضي لمن؟ أليست لمستنفعين 60% من الشعب السعودي. لا عشان نكون واضحين بس شوي يعني في عقبات قدام أي مسؤول، والدليل عليها يعني الآن وزارة الإسكان ليس لديها عقبات. أبسلك يا رياض، وين العقبات قدام توفيق الربيع وزير التجارة؟ لحظة، وين العقبات قدام عبد اللطيف العثمان عبد الرئيس؟ طيب شويش الضويحي 60% من الشعب السعودي تحت رحمة الإيجار. لماذا 60% من الشعب السعودي ليس؟ عشان ما نطلع برا